بقالي 3 سنين قاطعة سكر تماما. حبيت النهاردة أنقل لكم التجربة بتاعتي على وعسى حد ممكن يستفاد وممكن هو كمان يبدأ يقطع السكر. بدايتي مع قطع السكر ما كانش بسبب مرض ولا حاجة، الحمد لله. هو كان بسبب ان انا عايزة اخس، ففي دكتور قال لي انت لازم تقطعي السكر والكربوهيدرات، وكان ماشيني على نظام الكيتو. كانت البداية صعبة جدا، وانا فاكرة اول يوم دايت خالص في الكيتو دايت انا ساعتها بوظت الدنيا ودخلت اكلت الرز بلبن واكلت عنب ورجعت عادي للسكر. ومن تاني يوم اخدت قرار ان انا لا، انا هلتزم وانا قوية هقدر ان انا اعدي بده. ففعلا بدات ان انا التزم وبدات ان انا اقطع السكر. مش هكدب عليكم، الموضوع ما كانش سهل ابدا في اول شهر. الموضوع اخد مني شهر علشان ابدا ان انا اتعود ان حياتي هتمشي من غير سكر. فقطعت السكر مره واحده، مش واحده بواحده. ومن شخص انا كنت مدمنه سكر حرفيا، بحب الحلويات وبحب اي حاجه مسكره بخليها مسكره زياده علشان اعرف اخدها، لشخص ما بياخدش سكر خالص. الاعراض اللي حسيت بيها اول شهر هي ان انا دايخه ومفيش اتزان قوي، وفي نفس الوقت على طول نعسانه. هو كانت بالظبط كانها اعراض ادمان وحد بيتعافى من الادمان، فانا كنت بتعافى تقريبا من ادمان السكر. فبدات ان انا احاول اشوف بدايل، ما كنتش لسه حتى دخلت سكر الدايت. بدات ان انا اخد وجبات مشبعه، امشي على تعليمات الدكتور. كان بيقول لي دايما اخلي بالي من الاملاح، فكنت بخلي بالي منها. ان انا مثلا يعني ممكن يبقى في نقص املاح في جسمي، فكنت باخد مثلا كوبايه كده فيها شويه ملح وخل تفاح واشربها. فدي كانت كلها تعليمات الدكتور. وبعد كده بعد اول اسبوع او خلال اول اسبوع من قطع السكر بدات الاحظ ان في سموم، يعني السموم اللي كانت في جسمي من السكريات والكربوهيدرات بدات تطلع عليا. بدا يطلع على وشي حبوب، انا اصلا وشي ما كانش بيطلع فيه حبوب ساعتها قوي. وشي كل اتملى فجاه حبوب وما بتروحش خالص وبتزيد وبتوجع جدا. فلما سالت الدكتور عرفت منه ان دي السموم اللي طالعه من جسمي بسبب ادماني للحلويات والسكريات والمواد الحافظه. وبدات ان انا اخدت شهر بالظبط ان انا اتعافى من الحبوب واتعافى من ادمان السكر ده. وبعد شهر بدات ان انا اتاقلم ان انا حياتي هتمشي من غير سكر. يعني لو في عيد ميلاد خلاص انا عامله حسابي، انا واكله وجباتي المشبعه وانا همسك نفسي. مفيش حاجه اسمها ان انا هاكل من تورته موجوده قدامي او جاتوه او اي حاجه. تقريبا اللي ساعدني بنسبه كبيره جدا ان انا اتعافى من ادمان السكر ده هو الوجبات المشبعه اللي انا كنت باخدها. باخد البروتين كامل، وبحاول ان انا الهي نفسي باي حاجه تانية. كنت بشرب نسكافيه بس برضو كان من غير لبن ساعتها. بعد سنة بالظبط بدأت ان انا ادخل فاكهة، لان كنت مريت يعني ازمة صحية، كنت متسممة مش حاجة بسبب الكيتو. فبدأت ان انا ادخل فاكهة وادخل لبن على البسيط. حتى انا بعديها بشوية تخنت، بس ما تخنتش قوي. واخدت قرار ان انا مش هدخل سكر ابدا. عدى 3 سنين من ساعة ما انا من يوم ما انا كنت قاطعة السكر، وحاليا انا مش حاسة ان انا في حاجة ناقصاني. لقيت براند بيعمل الحلويات الكيتو، وفي نفس الوقت بدات ان انا اتعلم ازاي اعمل حلويات دايت بسكر الستيفيا. فده ساعدني قوي. ممكن الفتره الجايه انزل لكم فيديوز عن الحاجات اللي انا بعملها زي البراونيز الدايت والكيك العاديه، كيكه البرتقال دايت، كله بسكر ستيفيا من غير سكر عادي ابدا. ومهما عدى عليا فترات فيها مناسبات وفيها اعياد ميلاد، حتى عيد ميلادي مش بضعف ابدا الحمد لله، يعني ما شاء الله ما بضعفش ابدا. وما بروحش للحلويات اوقات بيبقى نفسي فيها، نفسي في البسبوسه، نفسي في حاجه. بس اتعلمت ان في حاجه اسمها بدايل. في اماكن حاليا بتساعد وبتعمل فعلا حلويات كيتو. انا اتعلمت اعمل حلويات من غير سكر. اتعلمت ان انا اسيطر على نفسي. والحوار ده علمني ان انا اسيطر على رغبتي. طالما رغبتي دي هتضرني يبقى انا مش هعملها. طالما انا الحاجه دي هتضرني، انا عارفه ان انا لو رجعت للسكر، انا لسه ما وصلتش لمثالي في الوزن اللي انا عايزاه، بس انا لو رجعت للسكر هتخن اضعاف ما كنت تخينه قبل كده. فانا لا، ستوب. انا كده بشرتي احسن. كنت على طول بشرتي مأذيه بسبب السكر، انا كده صحتي هتبقى احسن لما اكبر. فهي خطوه ما كانتش سهله، وكانت واخده وقت طويل شويه، لان انا عارفه ان انا ورث ان انا عايزه حاجه حلوه. في 7 دايت او بيبسي دايت، طبعا مش المقاطعه، المنتجات التانية المسموحه. وفي عندي ان انا فرايتي ان انا اجيب سكر دايت واجيب المنتجات واعملها. في محلات كتير بقت تعمل حلويات دايت بسكر ستيفيا، في شوكولاته دايت ممكن اشتريها. في فرايتي كتيره. ما بلاش ندي لنفسنا اعذار عشان نرجع لحاجه بتضرنا لمجرد ان احنا رغبتنا كده. الحوار ده عجبني بجد، ازاي ان انا اتحكم في رغبتي في الحاجات اللي قدامي. طالما رغبتي دي هتضرني يبقى انا مش هعمل الحاجه دي. المهم خليني بقى اقول لكم على نظام يومي كان ماشي ازاي خلال الثلاث سنين دول. انا بدات ادخل واحده بواحده الفاكهه. دخلت التمر، مع ان التمر المفروض في النظام اللو كارب يبقى ممنوع، مش كل الفاكهه مسموحه. ودخلت اللبن ودخلت العسل. ليه دخلت كل دول؟ طبعا ما دخلتهمش فجاه، انا دخلتهم لان انا مريت بازمه صحيه
كان عندي تسمم بس مش بسبب الكيتو، فاضطريت ان انا ادخلهم لان كان عندي حرق جامد في السكر اتحرق وخلاص انا كنت واحده تقريبا بتموت، فاضطريت ان انا ادخلهم عشان العناصر اللي فقدتها في جسمي. بس ما كانوش تخنوني لغايه اما انا بدات افور في اكل المانجا مثلا. يعني الحاجه اللي انا افورت فيها هي اللي فعلا تخنتني تاني شويه. حاليا هحاول ان انا ارجع تاني للصيام المتقطع والدايت علشان نحاول نخس اللي احنا تخناه. بس اهم حاجه اللي انا وصلت له ان انا ما رجعتش تاني للسكر، فما حرمتش نفسي من الفاكهه اللي انا بحبها في مقابل ان انا مش هرجع تاني للسكر. يعني انا كافئت نفسي بالفاكهه اللي انا بحبها علشان ما ارجعش تاني للسكر. طبعا هو الموضوع كله بيبقى في الاول في الاخر اراده. انا ارادتي في الاول كانت صفر، وكنت اوقات بقعد على جنب اللي هو انا متضايقه وبعيط ان انا لا انا عايزه سكر وعايزه اكل الحاجات اللي انا متعوده اكلها. بس بعد فتره هي بقت عمليه تعود، وبقى في شويه خوف من ان انا ارجع للسكر، صحتي تبوظ او ان انا اتخن اضعاف اللي كنت تخناه قبل كده. اخدت قراري ان انا ان شاء الله احاول خلال حياتي كلها اكون ممتنعه عن السكر، ولو حصل ورجعت للسكر مش هيبقى ده الاساسي في يومي، مش هيبقى ده الحاجه اللي انا على طول كل يوم بعملها، تبقى مره في مناسبه، مره كل كام شهر. بس انا حاليا واخده القرار ان شاء الله ان انا مرجعش للسكر. انا حبيت انقل لكم تجربتي عشان لو في حد فيكم حابب ان هو يقطع السكر ومش عارف ايه هي الخطوات اللي ممكن يمشي عليها. اول حاجه بنشوف دكتور، تاني حاجه بنبدا ان احنا نتخلص منه واحده بواحده، ما تبداوش فجاه زي ما انا بدات لان الموضوع متعب جدا. تالت حاجة بندخل البدايل في النص علشان ما نحسش ان في حاجة ناقصانا قوي في يومنا، خصوصا لو حد كان مدمن سكر زي ما انا كنت مدمنة سكر. لو حابين ممكن اعمل لكم فلوج اليوم كامل باكل ايه في الدايت بتاعي، خصوصا ان انا بدأت احاول انتظم على الصيام المتقطع. دي تقريبا الحاجة الوحيدة اللي ما عنديش ارادة فيها هي الصيام المتقطع، فممكن برضو نعمل فلوج مع بعض واحنا بنعمل الصيام المتقطع. كده يكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب تكونوا استفدتوا منه، وانتوا كمان يا رب تقطعوا السكر لانه مش احسن حاجة لصحتنا. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.